شاء الله سريعا كده هذكركم بس بتفاصيل الاسمبلي بتاع القطار السريع. زي ما اتفقنا ان هو عبارة عن خطين 14 متر طريق خدمة يمين. القطاعات اللي فيها حفر فيها سايد ديتش، والقطاعات اللي ما فيهاش حفر هيبقى فيها مساطيح او ديلايت على طول. عرفنا ازاي بنعمل القطاع العرضي ده بتفاصيله. آه، إن شاء الله في المحاضرة دي بإذن الله هنستخرج الداتا المساحية، الداتا اللي أنا هنفذ بيها القطاع بتاعي. أول شيت يهمني دايما إني أنا دايما أطلع الشيت ال يعني أنا لما بروح أي موقع في الغالب أول شيت بيطلع بيتوقع إن أنا بروح بوقع السنتر لاين بتاعي. طبعا الشيتات الرئيسية في مشروع القطار السريع هو شيت الكوريدور سيكشن ريبورت. يعني أنا عندي شيتين أنا بطلعهم زي الطرق بالظبط. يعني أنا في الطريق الأول كنت بطلع شيتين اللي هو السلوب ستيك ريبورت كشيت مساعد ليا، والشيت الأساسي اللي هو السيكشن بوينت ريبورت. طبعا انا هطلع شيت السكشن السلوب ستيك ريبورت عشان نفهم القطاع مع بعض شكله ازاي. يلا. يلا. خير والله. القطاع اهو الشيت السلوب ستيك ريبورت بيحمل. طبعا زي ما اتفقنا يعني احنا كده كل المشاريع ان شاء الله احنا خلاص عرفنا الخطوات من المشاريع اللي فاتت من التاسكات. الناس ما شاء الله على مستواها يعني بقى عالي جدا. آه، كل المشاريع هلاحظ حاجة مهمة جدا. أنا أهم حاجة عايز أعرفها يعني في خطوات ثابتة في كل مشروع. إني أنا سواء بعمل البروفايل الألاينمنت. التغيير دايما في المشروع، كل مشروع على حدة. التغيير دايما بيبقى فين؟ التغيير بيبقى في الأسمبلي. يعني أنا لو دخلت مشروع، لو آه، فهمت القطاع العرضي بتاعه، كل الخطوات اللي أنا بشتغلها على السيفل أقدر أطبقها بكل سهولة. إني أنا خلاص هعمل ألاينمنت، أعمل بروفايل، آه، أعمل الأسمبلي نفسه. يعني زي ما إحنا شايفين أنا الأسمبلي بتاع القطار السريع هو شبيه بالأسمبلي بتاع الطريق الجبلي، اللي هو عبارة عن آه، الحارات أو جسم المسار اللي هيبقى عليه السكة الحديد، والباقي عبارة عن ميول ترابية، مساطيح في حالة الكات أو مساطيح في حالة الفيل. هلاحظ من القطاع بتاعي الآتي: أنا لازم دايما أعرف أنا إيه النقط الرئيسية اللي أنا محتاجها عشان أنفذ القطاع بتاعي. فأنا النقط الرئيسية اللي أنا محتاجها، أنا هنا أول نقطة محتاج السنتر لاين عند منسوب الفرن. السنتر لاين عند منسوب الفيرما، اللي هو انا بسميه ايه؟ كراون صب، اللي هو مشاور لي عليه هنا النقطة اللي انا شاورت عليها بالقلم بالاحمر، اللي هي الكراون صب. انا لازم دايما لما ابص على القطاع بتاعي اشوف النقط الرئيسية اللي انا محتاجها. انا محتاج النقط دي عشان اوقع في الموقع. انا اولا محتاج نقطة السنتر لاين، نقطتين البنشات، الدي لايت، معذرة. دي نقطة الدي لايت، الدي لايت يمين والدي لايت شمال. الدي لايت يبقى أنا كده عندي إيه؟ أول نقطتين السنتر بتاعي والكاتشات، الحدود بتاعة
القطاع بتاعي. وبعد كده أبدأ أدور على النقط الفرعية اللي أنا محتاجها. أنا أول نقطة هنا محتاجها مش حدود الفيرما، أنا أول نقطة هنا محتاجها الحد النهائي اللي هي نقطة الهنج، سواء يمين أو سواء شمال. لأني أنا لما هاجي هردم هوصل لمنسوب الفيرما. المنسوب اللي أنا بشاور عليه دلوقتي اللي هو ما بين الثلاث نقط دول، ده منسوب الفيرما بتاعي، ده منسوب الفيرما. بناء عليه خلاص أنا وقعت النقط بتاعتي. ادور على إيه النقط اللي بعد كده اللي انا المفروض هوقعها. المفروض اني انا هعمل المساطيح بتاعتي، فاول نقطة قدامي هتبقى بنش ان وبنش اوت، وهكذا بنش ان بنش اوت، حتى ايه، حتى نقطة الدي لاين، وهكذا انا في الناحية الشمال. طبعا الكلام ده كله ليفت ورايت، لان انا القطاع ده دلوقتي لما اطلع شيت الكوريدور سيكشن ريبورت لازم ابقى متخيل انا النقط اللي انا عايزها ايه. طيب وفرق منسوبها ايه؟ الكراون صب احنا قلنا ان الارتفاع ده كام؟ السمك ده 75 سنتي، السمك ده 75 سنتي. يبقى اكيد النقطة دي منسوبها هيبقى منسوب السنتر لاين ناقص 75 سنتي. طبعا هو هنا جايب لي النقط اللي هي ايه، الاي تي دبليو اللي هي نهاية الحارة اللي هي 7 متر، ونهاية الدي لايت ميل الريشة سواء يمين او شمال. لكن انا وقت ما ببدأ الشغل بتاعي مش محتاج اوقع النقط اللي هي دي. النقط دي انا مش محتاجها في الاول. انا كل النقط اللي انا محتاجها اللي انا اتكلمت فيها السنتر لاين، النقط النهائية الكاتشات هنا، ونقط البنشات، ونقط الدي لايت. دايما لما اقعد قدام اي قطاع احلل القطاع مساحيا، اشوف انا لو واقف في الموقع ايه الاحداثيات اللي انا محتاجها عشان اجيب الشكل اللي قدامي بالظبط. وبناء عليه انا هلاقي نفسي انا محتاج النقط دي. السنتر لاين عند منسوب الفيرما، وهكرر تاني السنتر لاين عند منسوب الفيرما. مش مهم يعني، المهم جدا ابقى عارف جدا ايه النقطة اللي انا بطلعها. انا ما بطلعش نقط وخلاص، لان حضرتك اخر واحد اللوحة هتعدي عليك. حضرتك لو في شركة الشيت اللي انت هتطلعه بناء عليه كل حاجة هتتم مظبوط. يعني حضرتك لو طلعت آخر نقطة هنا فبناء عليه هتلاقي القطاع بتاعك ناقص. لو حضرتك أهملت أي نقطة من النقط دي هتلاقي القطاع بتاعك ناقص، وفي مشكلة في التنفيذ في النهاية. مشكلة المسارات والقطاعات الكبيرة إن أنت أول ما بتبدأ شغل القطاع فيه تفاصيل كتير، فأنت وارد جدا لو نسيت مسطبة هنا مشكلة عشان أرجع أنفذها تاني. فاحنا من الأول لازم هنشيك على الداتا على القطاعات، ونشيك عليها في الشيت نفسه بحيث ابقى مطمن لكل الداتا اللي طالعة من عندي. أه هكمل بعد كده هبص على قطاع تاني في حالة القطع. يعني أنا لو بصيت، عذرا بس هنمسح كل الكلام اللي كان موجود ده ونبص ايه على قطاع. زي ما انتم شايفين كل دي قطاعات ردم، كل دي حضراتكم قطاعات ردم. عايز اشوف قطاع يكون فيه قطع. انا وصلت اهو لقطاع فيه قطع. القطع هيكون كالآتي: انا محتاج اول حاجة السنتر لاين عند منسوب الفيرما الكراون صب، ومحتاج النقطة، نقطة البي 2 اللي هي بداية، اللي هي نهاية طريق الخدمة، ومحتاج النقطة بي 2 اللي هي
نقط الهنجات. النقط دي كلها هنجات، مش مهم تسمية البي 2 أو هنج. النقط دي كلها هنجات، يعني بتربط لي أجزاء القطاع ببعض، بتربط لي الجزء الرئيسي من القطاع بالسايد ديتش. هيبقى عندي نقط السايد ديتش، أول نقطة داخل بيها من تحت ديتش إن، ديتش أوت، وبعد كده نقطة الهنج. وهنا النقطة دي أنا بسميها هنج كات، وأبدأ لحد ما أوصل للديلايت بتاعي لو مفيش مساطيح. هنا بيبقى عندي نقطة ديتش ان، وبعد كده ديتش اوت، بعد كده نقطة الهنج اللي هي نهاية السايد ديتش. السايد ديتش دايما عشان انفذه ببقى محتاج 4 نقط: نقطة الهنج من فوق، النقطتين اللي من تحت اللي بيدوني عرض السايد ديتش، ونقطة الهنج كات، النقطة اللي هتربط لي المساطيح ببعض اللي هي اهو بنش ان، بنش اوت، وادي نقطة الايه، الديلايت. نقطة الديلايت زي ما حضراتكم شايفين هنا وهنا. ديلايت دي النقط اللي أنا محتاجها. سنتر لاين. يبقى أنا أقدر أحدد النقط الرئيسية اللي أنا محتاجها في كل قطاع. آه، طبعا مش هعرف أحدد عدد النقط بالظبط لأن عدد المساطيح متغير، لكن في نقط رئيسية أنا لازم ألاقيها، لازم أفتح أي قطاع ألاقيها. بمعنى أنا لو فاتح قطاع قطع لازم ألاقي نقطة السنتر لاين، لازم ألاقي نقطتين الحدود، أدي دول كده 3 نقط، ولازم الاقي نقطتين سايد ديتش يمين وشمال، كده 7 نقط، والهنج الاخيره بتاعت السايد ديتش يمين وشمال كده 9 نقط. ولازم الاقي نقطه الهنج كات والهنج، الهنج كات يمين وشمال، النقطه اللي بتربط لي اللي هبدا منها اعمل المساطيح والديلايت بتاعي، اللي هي المصطبه اللي انا كنت قايل عليها ان هي هتبقى 3 متر. وبعد كده ايه، البنش ان بنش اوت بقى ايا كان عدد النقط اللي موجوده عندي. كل الكلام ده لازم ابقى دقيق فيه طبعا. اشيك على المناسيب بتاعتي بدون كلام. ابقى مطمن للعروض بتاعتي. طبعا هنلاقي دايما الاوفست اليمين موجب، الاوفست من ناحيه الشمال بالماينس، يعني كل دي ملاحظات انا لازم اخد بالي منها. دايما السيفل 3 دي بيرمز لي للناحيه اليمين دايما بالموجب، وبيرمز لي بالناحيه الشمال بالماينس. يعني لو بصيت على الدي لايت عندي يمين وشمال هلاقي ان هو في ناحيه اليمين بالموجب وفي ناحيه الشمال بالماينس. هعمل كلير وانزل تحت ابص على القطاعات بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. قطاع زي ده جزء كات، هنا الجزء ده يا دوب هيربط بالدي لايت، والجزء ده فيه مساطيح لحد ما يربط بالدي لايت. ده الشيت بتاعي اللي انا بسميه الايه، السلوب ستيك ريبورت. انا بطلع السلوب ستيك ريبورت عشان آه، يبقى انديكيشن ليا وانديكيشن للمساحة اللي في الموقع عن الداتا اللي هتتنفذ. لكن انا الشيت الفعلي اللي بنفذ منه هو الكوريدور سيكشن ريبورت.